السلام عليكم، انا محمد ودي قناه تلخيص على السريع. يلا بينا في تلخيص جديد، بس في البدايه نصلي على النبي ويلا بينا. بدأنا في المحكمة مع وقوف العساكر وهم بياخدوا كل التعليمات بخصوص قضايا النهارده، وإنها قضايا رأي عام فلازم يكونوا مفتحين وواخدين بالهم. الدنيا هتكون دربكة، الإعلام والصحافة ومؤسسات حقوق الإنسان كل ده هيكون حاضر في المحكمة. في نفس الوقت المظاهرات والاحتجاجات كانت قدام المحكمة بيطالبوا بحق الضحية منى حسين. طيب مين هي منى حسين وليه الدنيا مقلوبة عليها بالشكل ده؟ كل دي أسئلة هنعرف إجابتها مع الوقت. المساجين كانوا وصلوا للمحكمة وكل واحد فيهم شايل روحه على كف عفريت ومستني حكم المحكمة. نبدأ مع محرز دكتور قد الدنيا، أهله ومراته وكل اللي حواليه غصبوه على الجريمه اللي عملها. خلينا افهمك اكتر. محرز عايش في الصعيد وفي ظروف غامضه اخوه اتقتل، فامه رفضت تعمل عزا وقالت له احنا مش هنعمل عزا غير لما تاخد طار اخوك وتبرد النار اللي جوايا. محرز ما عجبوش كلامها وسالها هو انت عايزاني اقتل؟ طب ليه علمتيني وخليتيني دكتور لما في الاخر هبقى مجرم وقتال قتله؟ الطار جريمه والجريمه خسيسه كمان. امه قالت له لا الطار مش جريمه، العين بالعين والسن بالسن، وانت مش قدامك غير اخوه تقتله وتخلص عليه. العيله كلها مستنياك تاخد طارها وترفع راسها وتبرد نارها وتبقى راجلها، لكن لو ما خدتش طار اخوك هتنزل من نظري وهتبقى مهزقه العيله ومسخرتها. نروح لشخصيه جديده واسمها عاليه، طالبه جامعيه رفضوها من المحكمه بسبب فضيحتها وقضيتها بقت قضيه راي عام. واحد هيسالني ويقول لي طيب ايه الفضيحه وايه اللي عملته وصلها للمحاكم؟ هقول لك ان كل حاجه لسه مبهمه ومحدش يعرف. اما دي اسمها نبيله وجايه في قضيه قتل. نبيله قتلت امها، ما تستغربش، واحده واحده هتفهم هي عملت كده ليه. حكايه نبيله دي بقى يا معلم انها متطلقه وكانت عايشه مع مامتها، فقررت انها تفتح مشروع بس ما كانش معاها سيوله. مامتها اول ما عرفت الكلام ده قالت لها انا هساعدك وهبيع الشقه اللي في شبرا وهتجيب حوالي 400,000، خديهم وابداي مشروعك، اصل مش معقول بنتي هتكون واقعه في مشكله وانا مش هساعدها. وفي يوم مامتها تعبت فنبيله عرضت عليها تروح للدكتور، بس مامتها قالت لها مش ضروري، دول شويه قلم وهيروحوا. المهم ماما قالت لها ان لقيت سمسار للشقه وقريب هنتمم البيع. خليني اقول لك معلومه ان الشقه دي من حق نبيله لان اخواتها اخدوا نصيبهم فلوس، اما عاليه مش عارفه تهرب من نظرات الناس ليها في كل مكان. عاليه دي بقى يا معلم حكايتها حكايه، لانها في الاساس كانت ولد وعملت تحويل جنسي، وده السبب اللي خلى ابوها وامها مستعرين منها ورفضوا انهم يروحوا معاها المحكمه. وبالنسبه لمحرز اخذ قراره بانه هياخد طار اخوه ويقتل اخوه اللي قتله، بس كان صعب عليه قوي انه يعمل كده، من ناحيه انه عمره في حياته ما قتل حد، ومن ناحيه تانية ان اللي رايح يقتله ده اعز اصحابه. صاحب محرز كان متفاجئ انه جه، اصل دي اول مره يزوره من بعد الحادثه، وهم قاعدين محرز رفع المسدس على صاحبه وقال له سامحني بس انا مجبور اعمل كده، انا عايش في كابوس اسمه الطار وشرف العيله، ولو ما عملتش كده فهكون في نظرهم مش راجل. صاحبه حاول يهديه وقال له طيب ما تفتكر ايام زمان لما كنا سوا في المدرسه وبعدها الجامعه، ودلوقتي احنا الاثنين متجوزين ومعانا عيال، حرام عليك ما تيتمهمش. طب لما تقف قدام ربنا هتقول له قتلتني ليه؟ محرز بالرغم انه ضعف قدام كلام صاحبه لكن ده ما خلاهوش يتراجع عن اللي في دماغه وغدر بصاحبه وقتله. اما ده وليد قطه اللي اخيرا وصل للمحكمه. الشخص ده هو المتهم في قضيه اغتصاب وقتل منى حسين، وكل الناس المتظاهره واغلب الناس اللي حاضرين في المحكمه جايين علشان يسمعوا الحكم باعدام وليد قطه. بس عايز اقول لك ان المحكمه هيكون ليها راي تاني هتمشي بيه حسب قوانينها، بس الراي ده لسه ما نعرفوش. الاعلام لما صور مع عليا علشان يفهموا اكتر عن قضيتها سالوها تحب تقولي ايه النهارده في الحكم في قضيتك؟ البنت قالت لك انا من حقي اكمل دراستي، انا في الاول والاخر ما اذيتش حد، وطالما الموضوع متعلق بديني او لوني او جنسي يبقى لي الحق اني اكمل دراسه. الصحفيه سالتها طيب احنا ليه مش شايفين معاكي حد من عيلتك؟ هل هم ما رضيوش يجوا ولا حاسين بالعار؟ علي هزت راسها كده اهو اللي هو حاسين بالعار. وبالنسبه لنبيله فكان كل اللي بيجي في دماغها هي مامتها اللي في يوم من الايام التعب زاد عليها ووقعت من طولها، وفي المستشفى اسمع الدكتور قال لها ايه هي واخواتها؟ امكم عندها ورم خبيث في المرحله الثالثه ومش قدامها غير كام شهر بس، لكن احنا هنعمل كل اللي في ايدينا من جلسات كيماوي واشعاع وتدخل جراحي ومش هنسيبها وربنا معاها. فاخوات نبيله اقترحوا انهم هيبيعوا الشقه وان الفلوس هيصرفوها على علاج امهم، هي الاحق بالفلوس دي انها تتصرف على علاجها، وانت يا نبيله مش مهم تاخدي الشقه. تعالى بقى اعرفك بشخصيات جديده. اولا ده اسمه عصام محامي لبخه، ودي تبقى اول قضيه يمسكها ويمكن ده اللي خلاه متوتر حبتين ثلاثه. ثانيا الفنانه سوزي جايه في قضيه اغاني خليعه وكليبات مشبوهه. ثالثا سهير وفوزيه، ودول بقى يا معلم رافعين قضيه على ابن عمتهم علشان الراجل طلب حقه في الورث، فسهير قالت له جاك كسر حقك بس هنقول ايه ما انت باجح وعينك واسعه قد كده وهاتك يا رتح في المحكمه. مفيش ثواني الا وعصام كان وصل. الراجل قال لها هدي نفسك يا ست سهير كل حاجه بالقانون. بعدها المحكمه بدات اول قضيه وهي قضيه محرز. القاضي وجه له كلام وقال له انا مش عارف ازاي دكتور متعلم ومثقف زيك يعمل كده، امال خليت ايه الجاهل؟ المفروض انك قدوه وبتوعي الناس البسيطه، لكن انت كده بتحرم البلد من 2 دكاتره، واحد يتقتل والتاني يترمي في السجن مدى الحياه. محرز بقى يا معلم كان ليه راي مختلف. اسمع قال ايه: لما يبقى المجتمع اللي حواليا بيزقني زقه على الطار حتى اقرب الناس ليا امي ومراتي وعيلتي كلهم مستنيين ارجع واخد بطاري، ويا كده يا ما بقاش راجل في نظرهم واعيش باقي حياتي جبان. وبعدين بص على امه وقال لها انا ما كنتش عايز اقتل صاحب عمري بس قتلته عشانك، راضيه كده ارتحتي؟ اديني ريحتك وريحت اخويا في تربته، الله يسامحكم كلكم.
تمام. وبعد ما محرز خلص كلامه القاضي حكم عليه ب 25 سنه سجن، وكده قضيه محرز خلصت. اما القضيه الثانيه فخطيره ومن النوع الحساس، مش حساس قوي يعني، قضيه طعن في الشرف. وخلينا افهمك اكتر، دول محمود وسميه. محمود اول ما دخل للقاضي قال له انا هحكي لك الحكايه من البدايه. انا اتجوزت سميه من 7 سنين وقعدت معاها اول شهر من جوازنا، وبعدين سافرت علشان الشغل. وقال لك انا كنت بنزل اجازه بعد كل 6 شهور، لحد ما في مره واحد جارنا سالني هو اخو المدام بيشتغل ايه؟ فسالته اخو المدام مين؟ اصل هي ملهاش اخوات. جاري قال لي ازاي ده كل يوم طالع داخل للشقه بتاعتكم. ولما سالنا بنتك قالت انه خالها. فسالت بنتي هو في حد بيجي الشقه عندنا؟ قالت لي اه ده خالي بيجي كل يوم. فالقاضي سال البنت قولي لي يا شاطره في حد كان بيجي عندكم الشقه؟ البنت ردت وقالت له لا محدش كان بيجي عندنا. وللمعلومه البنت ردت كده لان مامتها كانت مفطماها من الاول على اللي هتقوله قدام القاضي لو سالها على حاجه. المهم محمود كمل كلامه وقال لك ساعتها انا افتكرت ان سميه كانت بتحب جارها قبل الجواز، فجبت صورته ووريتها لبنتي وقالت لي ان هو ده الشخص اللي بيجي الشقه. بعدين رحت لجاري وسالته انت بدات تشوف الشخص ده من امتى؟ فقال لي من بعد جوازكم بشهرين. سميه تسكت؟ ابدا، البجحه قالت لك ان جارهم بيتبلى عليها لانها قبل كده عملت مشاكل مع مراته واكمنها ست شمال. القاضي لما شاف الحكايه كده زعق لها وحذرها انك لو فتحتي بقك تاني بكلمه هحبسك. محمود بقى كمل كلامه وقال لك ان من وقتها وانا بدات اشك في كل حاجه حتى في بنتي، اصل دي بنتي ولا مش بنتي؟ فاخدتها وعملت لها تحليل دي ان ايه وكنت مستني نتيجه التحليل تكذب كل الكلام ده، بس النتيجه كانت صدمه والبنت طلعت مش بنتي. القاضي ساله هو انت عملت التحاليل دي فين؟ فمحمود قال له عملتها في معمل خاص. وتقدر تقول ان القاضي ما اقتنعش بالتحاليل، قال لك اصل التحاليل دي مش بتتعمل في معامل خاصه ولازم يعملها في معامل الطب الشرعي. وبالتالي القاضي ما قدرش يحكم في القضيه واجلها اليوم تاني. سميه خرجت من المكتب بسمها ونارها وقالت له يا راجل يا ناقص انت رحت عملت التحاليل في معمل تحت بير السلم وعايز القاضي يصدقك؟ فمحمود قال لها هو انت ما بتشبعيش كذب؟ انت عارفه كويس ان لو رحت عملت التحاليل في اي معمل تاني هتطلع نفس النتيجه وحياتك السافله هتتفضح للكل. القادره قالت له طب اقول لك مين وما تزعلش. فبعد ما جاب اخره منها قال لها انا هشيل القضيه دي يا سميه، بس هرفع عليك قضيه زنا وهحبسك وهاخد البنت واربيها. انا مش هسيبك في حالك وهحرق قلبك زي ما حرقتي قلبي. نفكنا بقى من دول ونروح لقضيه المحامي اللبخه. واقف كده هو قدام القاضي وهو مش عارف يقول كلمتين على بعض. سهير لقيته هيعك الدنيا فقالت لك لما اتكلم انا احسن. واسمع بقى قالت ايه، هو ابن خالنا كان فين لما عمته كانت تعبانه بتموت واحنا مش لاقيين ثمن العمليه بتاعتها ولا ثمن علاجها؟ كانت تطلع من عمليه تدخل في الثانيه وهو كان فين؟ كان فين وهي بتتعذب كل يوم من الالم وما كانتش تعرف تنام من تعبها؟ ولما ماتت سابت لنا حته بيت صغير ما يساويش ملاليم. فبعد كل ده الاستاذ ابن خالنا جاي عشان يورث معانا فيها. القاضي قال لها ده قانون يا ست سهير محدش يقدر يغيره. فابن خالها طلب من القاضي انه يقول كلمه وقال لك انا صحيح ما كنتش بزور عمتي بس ده لان الحياه كلها ضغوط ومشاكل، انما القانون واضح وصريح، الولد يورث عمته اللي ما عندهاش صبيان حتى لو عمره ما شافها. طبعا المحكمه حكمت له انه ياخد ورثه في عمته لان ده هو القانون. اما في قضيه المغنيه سوزي القاضي سالها وانت بتعملي الاغنيه بتاعتك ما حسيتيش ان هدومك كانت قصيره وحركاتك كانت ملفته وكلها اثاره واغراء؟ قالت له ايه الجديد يعني، ما من زمان واللقطات دي موجوده من ايام الافلام الابيض واسود، زائد ان مش انا الوحيد اللي بعمل كده، ده في فنانين غيري كتير عملوا ده قبلي ولسه بيعملوه. فالقاضي قال لها مش مبرر ان حد عمل حاجه غلط فانت تقلديه وتعملي زيه. وتخيل ردت قالت ايه؟ قالت لك ان في قضايا كتير قادره تدمر المجتمع والعالم الاسلامي كله غير الشرطه اللي حضرته رفع عليا قضيه بسببه. انا مستعده اني اتحكم لكن من غير ما اشيل مسؤوليه بوظان المجتمع لانه بايظ لوحده. القاضي حكم عليها بحبس شهر وغرامه 50,000 جنيه. ودلوقتي الدور جه على قضيه نبيله، وقفت في النص وحكت للقاضي على كل حاجه. نبيله قالت لك انا ما كانش عندي اغلى من امي باعت الشقه اللي حلتها علشان تديني الفلوس، بس اكتشفنا ان عندها ورم خبيث في مرحله متاخره والدكاتره قالت ان قدامها شهور وتموت. ماما المسكينه ما قدرتش تستحمل الالم وكانت بتصرخ وتتعذب منه كل يوم، فقالت لي على اسم حقن اجيبها واحقنها في المحلول بتاعها وبعدها هترتاح وتموت. في الاول انا ما اهتمتش لكلامها وقلت انه كلام ست تعبانه ومش دريانه باللي بتقوله، بس لما بقيت اشوفها قدامي بتتعذب ما استحملتش ورحت سالت شيخ الجامع قبل ما اعمل حاجه، فقال لي اللي هتعمليه ده منتهى الحرام ومهما كانت بتتالم فده قدر ربنا والمريض يموت في الوقت اللي محدده ربنا وان احنا مش هنكون ارحم على المريض من رحمه ربنا عليه. قالت لك انا بعد ما سمعت الكلمتين دول من الشيخ ارتحت جدا وفكره الحقنه راحت من دماغي، بس لما رجعت المستشفى وشفت قد ايه ماما بتتعذب ما قدرتش استحمل وقررت ان اجيبها لها علشان ارحمها. حطيت الحقنه في المحلول وبعدين ماتت على ايدي. القاضي بعد ما سمع كل ده حكم باحاله اوراق القضيه للمفتي يعني اعدام. اما ده بقى زياد قضيته مختلفه شويه، الراجل جاي في قضيه تحرش بس شكله بيقول لك انه شخص محترم والسكه دي مش سكته، فبيحكي لنا قصته وقال لك انا سبت بلدي بسبب الحروب وجيت لمصر علشان اشتغل، وبعد ما اشتغلت حجزت تذاكر لمراتي وبنتي علشان هما كمان يجوا مصر، بس ما قدرتش احجز التذاكر بدري واتاخرت عليهم والوقت كان عدى واتكسفوا وماتوا. الغريبه ان زياد كان معاه صوره لبنته وطلعت نسخه من ريهام. نسيت اقول لك ان ريهام دي هي اللي رفعت القضيه على زياد بتهمه انه حاول يتحرش بيها، بس في الحقيقه الراجل كان فاكر انها بنته، فريهام زعلت قوي واعتذرت منه والقاضي حكم له براءه. طيب نروح لاهم
اهم قضيه اللي كل المظاهرات دي معموله عشانها وكل الناس دي جايه علشانها المحكمه. قال لك ان دي قضيه خطف واغتصاب وقتل، والمتهم اسمه وليد قطه وملقبينه بالطفل لانه لسه ما كملش 18 سنه، وتقدر تقول ان سنه هيشفع له في الحكم. ازاي؟ لسه هنعرف. وليد اتكلم وقال لك انه كان على علاقه مع بنت مش تمام اسمها منى، وكانت بتروح وتيجي معاه اصلها بنت شمال، وفي يوم اتقابلوا وكالعاده راحوا الشقه، وهناك منى اتجننت عليه لما شافت فيديوهاته مع بنات تانيه، فجابت سكينه وحاولت انها تقتله، لكن بالغلط السكينه جت فيها هي. خليني بقى اعرفك يا معلم ان كل اللي قاله ده كذب في كذب، والحقيقه هقول لك عليها حالا. منى يا سيدي كانت راجعه من كليتها وحظها وداها الميكروباص وليد. الواد ضعف قدام البنت وراح مغير طريقه لحد ما وصل لسكه مقطوعه، مسك منى وجرجرها جوه بيت وضربها لحد ما اغمى عليها. طبعا هي ما كانتش في وعيها، وهو عمل اللي عمله. وفي المشهد الاخير منى كانت فاقت وحاولت انها تصوت علشان اي حد يسمعها، بس هو جه وكتم نفسها، قال لها احنا هنخرج من هنا بس لو سمعت صوتك هذبحك. فلما ادالها ظهره راحت ضربه بازازه على راسه، قام مطلع سكينته وقتلها. وهي دي الحقيقه الكامله. المحكمه ما كانش قدامها غير انها تمشي بالقوانين، وبما انه اقل من 18 سنه فيعتبر احداث، وبناء عليه القاضي حكم ب 15 سنه سجن. ناس كتير اعترضت والكل قال ان الوحش ده لازم يتعدم، لكن المحكمه ما كانش قدامها غير انها تمشي على القوانين.